يعني انا ما فهمتش ده جحود ولا الست دي تتسمى ايه. كاتبه في رسالتها: مامتي توفت في بيتها شهر كامل، شهر كامل، واخدين بالكم طبعا، وما حسيناش انا واخواتي بيها. انتوا اصلا ما بتحسوش، والله العظيم ما بتحسوا. غصب عني. ليه يا حبيبتي غصب عنك؟ جوزي كان هنا، هو ربطك بسلاسل وقايل لك ما ينفعش تروحي لمامتك، صح؟ ولا بكلم ولا بشوف حد غيره طول فتره اجازته، وسافرنا سوا، واعتمدت ان اخواتي هيزوروها ويغيروا ليها، وجوزي عايز ينفصل عني، خايف مني. اعمل ايه؟ حاسه ان موقفي قدامه ونسيه اللي حصل، وغلطه مش هتتكرر، انصحوني. انت عايزه حاجه تحسن موقفك قدام جوزك. الاولى الابقى تفكري كده، هتقولي ايه لربنا؟ تحسني صورتك قدام مين؟ قدام جوزك ومامتك اللي ماتت دي شهر ومحدش يعرف عنها حاجه. مفيش ضمير بيوجع؟ مفيش احساس؟ عايزه تنسيه هو، مش عايزه تنسي انتي فكره ان مامتك تبقى ميته شهر كامل في بيتها وانت جبله ما بتحسيش؟ لا انتي ولا اخواتك، مفيش حد طيب قلبه كالوا عليها؟ الست الغلبانه دي اللي ربت وكبرت ايه؟ جوزك جه شهر كامل فاحنا ما ننعزل عن العالم كله؟ فعلا ما بتاكليش، ما بتشربيش، ما بتخشيش حمام؟ اخواتك ما بيروحوش اشغالهم؟ مفيش دقيقه عندك في اليوم تطمني على مامتك، تروحي تزوريها، تروحي تقعدي تحت رجلها؟ الست تعبانه وبتقولي لحد محتاجين حد يغير لها، او اخواتي اعتمدت ان اخواتي يزوروها ويغيروا لها، وانت جبله. لا انت عندك دم ولا اخواتك. بصراحه انا مش لاقي حاجه والله اقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. قلت لك غلطه مش هتتكرر، ما هو طبيعي مش هتتكرر، يعني مين هيعوض الام تاني؟ يعني انا مش عارفه ايه كم الجحود اللي ممكن حد يتعامل مع اهله كده، مع مامته بالذات. تبقى ست متوفيه في بيتها شهر كامل، ما رفعتيش البعيده، ما رفعتش سماعه التليفون عليها، اعتمدت ان اخواتي يطمنوا عليها. طب ما اتصلتيش؟ اتصلي باخواتك تقولي لهم اتحرك يا تور منك ليه، اتحركي يا بغله منك ليها، شوفوا امكم اللي تعبانه وغيروا لها، عشان انا جوزي معلش لازم اقضي شهر العسل مع الويك اند بتاعه بقى، فنازل اجازه، فما ينفعش اتصل على امي دقيقه اطمن عليها. اللي بتتعامل كده مع اهلها، يعني انت تقدري تسيبي ولادك ولا جوز حضرتك اللي انت خايفه على احاسيسه ومشاعره وعايزه تنسيه اللي حصل، ومش خايفه من عقاب ربنا ليكي، مش خايفه من بصه مامتك ليكي يوم القيامه كده لما تشوفك كده تقول لك انت سبتيني ميته شهر كامل، محدش سال فيا ولا رفع سماعه التليفون؟ ايه ده؟ واعتمدتي على ناس تانيين ايا كان اخواتك، فلا انت عندك دم ولا هم عندهم دم، وكما تدين تدان. انا كل اللي واجعني في الموضوع ان واحده ست تربي وتكبر وتتجوز وتيجي اخر ايامها فتقعد شهر كامل كده ميته. محدش من ولادي سأل فيا، محدش من ولادي اهتم يعرف انا عايشه ولا ميته، طب كلت، طب غيرولي، طب انا مريضه، قاعده. بجد والله الناس اللي زيك، مش جوزك بس اللي يبعد عنك، انت حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، انت واخواتك. مش بس جوزك المفروض ينفصل عنك، المفروض انت تتعالجي نفسيا، ده لو عندك لسه ضمير وفي شويه دم، عشان تفكري كده يا ترى مامتك دي كانت حالتها ايه وهي لوحدها. حسبي الله.